السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نعمل شوربة لسان عصفور بالخضار. خضار مبشور وطعمها جميل جدا، وتقدري تعمليها بكل سهولة. تعالوا نشوف عملناها مع بعض ازاي. كتير مننا من اولادنا ما بيحبوش الخضار، او شوربة الخضار ما بيحبوهاش بالطريقة دي. بجد يعني هتعمليها اولادك هيطلبوها منك. جزر مبشور وكوسة مبشورة، تمام. ومعانا مادة دهنية، وهننزل ببصلة صغيرة تاخد لون ذهبي، وننزل بالخضار، وبعد كده نكون محمرين لسان عصفور. وهوريكي احلى واسهل شوربة هتعمليها كل يوم على الغدا، او كل ما اولادك يطلبوها. بجد طعمها حلو جدا وبتبقى مسكرة، والخضار ما بيبقاش قطع اللي هي المكعبات الصغيرة ده، بيبقى مبشور وبيبقى مسكر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. كده نقلب البصلة تاخد لون ذهبي، وهنا اللسان عصفور بيتحمر اهو. تنفع برضو للناس اللي بتعمل دايت، بيبقى طعمها بجد خطير. بعد ما تدبل البصلايه كده وتاخد لون ذهبي، هنزل عليها بالخضار. هنا بقى بصوا الخضار دبل ازاي، قلبنا فيه واللسان عصفور اتحمر. هنحط ده على ده، ونحط ميه سخنه وملح وفلفل اسود. هوريكم الشكل النهائي. بصوا بقى الجمال والحلاوه، طعمها بيبقى تحفه. بصوا، تعالوا نغرفها مع بعض ونشوف شكلها في الطبق هيبقى عامل ازاي. ده الشكل النهائي بتاعها. بصوا الجمال والحلاوه، تحفه جدا. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبكم، واولادكم هيطلبوها منكم كل شويه، لان فعلا طعمها والخضار اللي فيها مديها طعم مميز وجميل. جربوها وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.